السلام عليكم ومرحبا بكم كالعادة في قناتي إبريق الوصفات. رجعت لكم اليوم بنوع جديد متاع جاتو. نشارك معاكم جاتو جينواز بنكهة البراليني والقهوة، حاجة طيارة على الاخر بجنواز ناجحة 1000%، تجي خفيفة وقطنية. في نفس الوقت بنشارك معاكم كريم بور بلاش عظم وبلاش حليب، تجيكم خفيفة على الاخر وتصبر أكثر وقت. وبالطبيعة كان تحبوا تشوفوا المكونات متاعها وطريقة التحضير، غير نوصيكم كالعادة تتبعوا الفيديو للآخر. أول حاجة باش نحضروا الجنواز، عنا ليه 5 كعبات عظم حطيت معاهم رشة ملح، عنا 150 جرام تاع فرينة وساشي ليفور شيميك أو خميرة كيميائية، وعنا كيف 150 جرام تاع سكر حبيبات، سكر عادي. أول حاجة باش نحط السكر مع العظم باش نبدا نركض فيها حتى يتضاعف الخليط، معناها متاع الجنواز يضاعف الحجم متاعو ويبيض معانا، يولينا كأنه كريم شانتيه. نركضو بالكدا. هذاك سي بون، هاكا كيفاش تضاعف الحجم متاعو سايي وبيض معانا. لازم يتركض مليح مليح، يمكن قعدت انا نركض فيه حكاية ربع ساعة. توا لهنا باش ندخل الفارينة مع الجنواز، باش ندخل فوقها الفارينة بالشكل هذاكا. باش نكمل توا نضيف معاهم هكا الخميرة هذيكا ونكمل نخلط من الفوق للوطا. وكان لاحظت راني انا حطيت الخميرة على خاطر الخليط متاع الجنواز باش نصبو في نفس القالب. معناها في العادة كي نخدمها كل ورقة وحدها، نخدمها يعني رهيفة ما نحطش فيها خميرة. الخميرة بالطريقة ذي تساعدني تبدا منفجة بالباهي الجنواز، خاصة كي تخدموها معناها كما انا باش نخدمها، نصب الخليط الكل في نفس معناها القالب، ومن بعد نقسمه. ديما نحط فيها الخميرة كيف نخدمها بالشكل هذا. هاكا طب باش نصبها في نفس الخليط هذاك. تنجموا تخدموها راهو كل معناها الخليط هذاك اللي خدمته تو تقسموه على 3 ولا تقسموه على 2، كل جزء يتي بوحده. هكايا بالطريقة ذي يعني مستحقوش تحطوا لها الخميرة الجنواز. هكا سي بون. طب باش ندخلها للفور على 180 دوغري. خذيت معايا حكاية 20 دقيقة، انا 15 دقيقة. هاكا بعد ما تجيب كيفاش تولي خفيفة ومنفجة على الاخر، والخميرة تساعدها معناها باش ما تيحش الجنواز. هاكا كيفاش. طول هنا باش نقسمها على 2. كان تحبوا تنجموا تقسموا على 3 نتوما، وكل واحد كيفاش يحب عدد الطبقات. انا اكتفيت بزوز طبقات هكاها. هي حط على 3 تجي. طب نشارك معاكم الكريم بور اللي بالماء. عنا ليها 150 جرام تاع سكر، ساشي متاع كريم باتيسير بنكهة الفانيليا، تنجم تعوضوها بنكهة القهوة ولا نكهة النوازيت. عنا كيف 500 مليلتر ماء، مغرفة صغيرة متاع نسكافيه. اول حاجة بديتها باش نحط الماء يسخن شوية، باش نضيف له كيف المغرفة الصغيرة متاع النسكافيه. باش نضيف السكر، باش نخلي منه شوية باش نحلو مع البودرة كريم ولا بودرة متاع الكريم باتيسير. هكا ساشي متاع الكريم باتيسير باش نضيفها لك السكر هذاك، باش نكمل نضيف لهم شوية من ماكا الماء حطيتو يسخن هو النسكافيه والسكر، نحل بيها ماكا البودرة كريم ولا البودر كريم باتيسير، نحلهم ببعضهم ونرجع هكا الماء والواحد رجعهم يوصلوا لدرجة الغليان. يوصل درجة الغليان باش نصب هكا البودرة كريم تاعي اللي حليتها في الواحد، حليتها في مشهد محمد رسول الله، حليتها في الماء فوالا.
نقعدو نخلط حتى يقعد معانا. بالشكل هذاك نقعد نخلط حتى تعقد معانا الكريمة. هاكي كيفاش عقدت. طب باش نحطها في حاجة واسعة باش تبرد لي فيسع، باش من بعد نخدمها مع الزبدة. توا غادي خديت 250 غرام تاع زبدة باش نركضهم نطريهم شوية ببعضهم. وطبعا باش نكمل نضيف لهم هكا الكريمة اللي طيبناها معناها وخليناها بردت، خليتها بردت في درجة حرارة الغرفة. باش نكمل نضيفها لك الزبدة ذيكا ونكمل نركض. نركض بالطريقة هذيك. نقعدو نركضو حتى تولينا كريمو بور، من الاول تحسوها بالجريت معاكم ومن بعد تكملو تركضو تولي لكم معناها بالقوام متاع الكريمو بور او كريمة الزبدة. الكريمة هذه تتميز تجي خفيفة على الاخر وفي نفس الوقت تصبر معاكم مدة طويلة، تصبر اكثر من الكريمة اللي بالعظم ولا اللي بالحليب وكل، تصبر معاكم بالباهي يعني. توا باش نكمل نضيف لها 50 غرام تاع براليني هكاكا او مغرفتين كبار متاع براليني باش نضيفهم للكريمة بور يعطيو مطعم ياسر بنين للجاتو متاعنا. خاصة الكافيه والبراليني عطاو مطعم ياسر بنين. نكملو كيف نخلطو حتى البراليني تدخل مع الكريمة بور. طيب باش نبداو في المونتاج متاع الجاتو متاعنا. انا خدمت بالعكس يعني. اول حاجه بديتها بالكريمه بور، حطيتها اللي هي باش تولي من بعد في الوجه متاع الجاتو، بديت بها هي الاولاني باش تبدا لي من بعد ليس. حطيت بابي كويسون من اللوطه وحطيت داك السيركل هذاك فوق البابي كويسون، ومن بعد حطيت طبقه خفيفه متاع كريمه بور باش تبدا لي من بعد، خاطر باش نقلبها ما نعرفش فهمتوا عليا ولا لا. اللي من اللوطه باش يولي من الفوق واللي من الفوق باش يولي من اللوطه. ومن المستحسن الجنابات اللي ما عملتلهمش بابي كويسون، من المستحسن تعملهم بابي كويسون باش من بعد معناها كتنحيوها الخبزة ماك السيركل هذاك تتنحى فاسيلمون وما تعذبكمش. طب باش نحط طبقة متاع الجنواس نزل عليها مليح. عندي كيف سيرو متاع نسكافيه خدمته، حطيت فيه مغرفة نسكافيه، مغرفة صغيرة متاع نسكافيه باش نسقي بيه جنواس. طب باش نحط كيف كريمة بور مرة أخرى. تنجمو زادا ما بين الطبقات تحطو فرويسيك ولا براليني ولا تنجمو تحطو حاسيلو حاجة كروستيون من الوسط. انا الحق ما حطيتش، خليتها هكاك جوست الفاكهة تعبتها كان في الزينة كا كيف ليسو هكا الكريمة بور ليسوها على كبر السيركل متاعنا. طب باش نكملو نسقيو الجنواز الاخرانية باش نسقيوها وحدها من الجهة معناها اللي تقبل السقاء، تقبل السيرو. ومن بعد باش نحطها فوق الجاتو متاعنا، باش نحطها من الجهة اللي سقينا فيها، ننزل عليها باش تلصق. توا هذيك الجاتو متاعنا من بعد ما حطيتها شويه في الكونجيلاتور شدت روحها ونحيتها من السيركل باش نعملها جنابات باللوز. لوز رحيته شويه هكاكا باش نلصقهم في الجنابات بالطريقه هذيك. توا باش نكمل نزين بالشوكولاته. عندي السيركل هذاك الاصغر من الجاتو حطيته في الوسط، وعملت كفيف كلاساج 100 غرام شوكولا ولي، وعملت مع زوز مغرف كبار متاع زيت نباتي حطيتهم في وسط السيركل هذاك.
وسعتهم على كبر السيركل باش تبدالي الشوكولاتة معناها مدورة في وسط فوق يعني الجاتو. طيب باش نحيه السيركل من فوق الجاتو بعد ما الجلاصاج شد روحو شوية، وك الفراغ هذاك ما بين الشوكولاتة اللوز كطبقة اللوز الجنابات هذوك باش نزينهم بالبيستاش بودر هكاك. تنجمو تعملو روزاسيت كان فضلتكم كريمة تعملوها روزاسيت من الفوق، روزاسيت معناها متاع الكريم وبور، كل واحد كيف ذوقو في التزيين. انا زينت بالطريقة هذيك. عندي زادة فستق كعب حطيتو هكاكا. طب باش نكمل نكتب عليها بالشوكولا بلون 2024 ان شاء الله يطلع عام باهي خير من العوام اللي فاتت. وهكا هاو هذيك منظرها الاخرين. زينت انا بطريقة هذيك كل واحد بطبيعة كيفاش يحب يزين. لهنا توا يكون نهاية الفيديو. ان شاء الله عجبتكم الوصفة متاع اليوم ولا الجاتو متاع اليوم ونال رضاكم. بالطبيعة كان عجبكم متنسوش تقدروا جيم للفيديو، اشتراك في القناة. وبالسلامة، نتقابلوا ان شاء الله في وصفة اخرى.